جديده موجوده جوه البرنامج هنا، تمام، بعمل لها لانش كده، بيبدا يشتغل معايا، بيطلع لي سكريبت زي كده انا اللي ببنيه خطوه بخطوه، بس بعد ما بخلصه اقدر استفيد بيه لامثله كتير جدا. فخلينا نفتح هنا فايل جديد ونشوف اصلا هو عباره عن ايه الجراس هوبر ده. هو عباره عن تولز عاديه خالص زي التولز اللي موجوده جوه الراينو. طيب خلينا كده نفرق ما بين الراينو وما بين الجراس هوبر، عشان انا دلوقتي يا باشمهندس اول مره اشتغل بالجراس هوبر، اول مره اشوف الواجهه بتاعته، وفي ناس اول مره اشوف الراينو. فخلينا نقول مع بعض كده، انت دلوقتي على برنامج الراينو فعايز ترسم لاين، بتعمل ايه؟ تقول لي باجي ماسك لاين هنا وابدا ارسم خط 2 3، صح؟ هو البرنامج ما بيتعرفش ان هو بيرسم، هو الراينو بالنسبه له عباره عن واجهه عرض، وهنا ادوات التنفيذ كلها. فعشان انت تعمل مجموعه من اللاينز زي دي كده، فعشان تنشئ انت المفروض تعمل هنا ايه؟ تنشئ هنا مجموعه من النقط وتوصل ما بينهم بخط. بمعنى هقول له هنا انا عايز اعمل كونستراكت بوينت، وشوف انا بعمل ايه. انت بتكتب هنا الامر نفسه ويبدا يطلع لك انت عايز تعمل ايه بالظبط، تمام كده. فبقول له هنا انا عايز اعمل كونستراكت بوينت، او ممكن تكتب كلمه بوينت على طول ويبدا يقول لك انت عايز نقطه نفسها هتعرفها جوه البرنامج، ولا عايز تعمل كونستراكت لبوينت، تمام كده. فهو ده المفهوم من الكلمه اللي انت عايزها. فاقول انا عايز اعمل كونستراكت لبوينت. بص هنا البوينت اي نقطه في الدنيا عباره عن ايه؟ عباره عن احداثيات اكس وواي وزد، صح كده؟ طيب عايز نقطه ثانيه، اخد الت، خدت نقطه ثانيه. طب عايز اخلي النقطه تبقى موجوده هنا على الشاشه تظهر، ابدا اديها قيم. فمثلا عايز اديها مثلا قيمه 50، واجي واخد من دي كوبي بالالت واوصل دي هنا في الاكس واوصل دي هنا في الواي. بص كده ايه اللي حصل هنا. دي كده ملهاش اي قيم، فاصبحت الفاليوز بتاعتها 0 0. فلما اعلم على دي كده اقول لي خد بالك النقطه دي اللي هي هنا اهي، والنقطه دي اللي هي عندك هنا اللي هي الاحداثيه بتاعتها كام؟ 50 و50. بص بقى انا لما بتحرك كده النقطه بتتحرك معايا، لما بتحرك كده النقطه بتتحرك معايا. طيب يا باشمهندس انا عايز احط برضو احداثيات للنقطه دي، اقول له خلاص خد دول كده كوبي برضو وانزل بيهم هنا تحت اكس وواي، وغير الفاليوز بتاعتها، يعني خلي القيمه دي كده وخلي القيمه دي كده. عندك هنا نقطتين عايز اوصل ما بينهم بلاين. طيب عشان اخلي في لاين عندي هنا فاقول انا ممكن ارسم هنا لاين، شايف اهو لاين، واللاين ليه بدايه وليه نهايه A و B. A لو وقفت هنا بقول لك دي نقطه الستارت بوينت، والبي هي عباره عن الاند بوينت. فلو انا وصلت دي كده كستارت ووصلت دي هنا كاند، راح موصل لي ما بين الاثنين دول بلاين، تمام كده. اصبح انت عملت خط. لو انا بقى عايز اغير الخط ده باجي من هنا كده وابدا اعمل ايه؟ اغير. عايز اطلع بده كده اقدر اغير، تمام. فهنا عندك كنترول كامل تقدر تتحكم في مين؟ في اللاين. طيب كملت عليه حاجات تانية زي ايه مثلا؟ والله ممكن احط نقطه في النص، ممكن اعمل لاين تاني واوصل بيه نقطه، ممكن ابدا ابني ستراكشر كامل اصلا بنفس الكونسبت ده وبنفس الطريقه دي. طيب ده لو انا عايز ابني حاجه كامله من البدايه هنا بالنقط والاحداثيات. طيب ينفع يبقى عندي رسمه هنا وانا اكمل عليها الشغل بتاعي؟ ينفع. زي ايه مثلا؟ والله ممكن ان احنا نعمل هنا شكل معين على البرنامج ونقدر بعد كده نتحكم فيه خطوه بخطوه. زي ايه مثلا؟ خلينا ناخد مثال صغير، او خلينا اوريك الاول المثال اللي احنا عايزين نعمله. زي مثلا على سبيل المثال شايفين البنش اللي موجود عندي ده هنا تصميم انا عملته، تمام. وبعد ما عملته او بعد ما خلص لما جيت ابص على النتيجه اللي انا محتاجها في النهايه، انا محتاج اطلع الشرائح بتاعتي بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده، كل واحده بالشكل ده عشان اعرف اجمعها ويديني الاستراكشر النهائي بالشكل ده. الفتحات اللي موجوده عندي دي كلها عشان لما اجي اجمع من خلالها. طيب عملت الشكل وحبيت اعمله على الراينو او على اي برنامج، على الماكس، ماشي. هقعد اقطع، عشان اقطع الحاجات دي كلها تاخد منك مجهود كبير جدا عشان تقطع الحاجات دي وترقمها وترصها. طيب خليك بقى في نقطه مهمه قوي. جاء بعد ما عملت كل الخطوات دي ووريت الاستراكشر او وريت الشكل ده للعميل، قال لك هو جميل قوي بس شايف الحته دي كده انا مش عايزها كده، انا عايز الحته دي من تحت تبقى فيها كيرف تاني لجوه كده، تجويف لجوه، وعايز الحته دي من فوق، تمام، تنزل لتحت كده شويه.
وعايز تعديل في الجلسه نفسها، وعايز تعديل. طبعا اول ما اقول لك على التعديلات دي انت يعني لو انت مش شغال جراس هوبر انت فعلا هتكون مستفز بشكل كبير جدا، لان انت هتعيد تقريبا كل الخطوات اللي انت عملتها تاني من الاول. الجراس هوبر مش كده. انت كل اللي انت هتعمله الاتي، ان انت مثلا شايف هنا الجراس هوبر انا باني ده بالصب دي. الصب دي ده بالظبط زيه زي الادوات بتاعه الماكس بالظبط. تمام. فتيجي من هنا مثلا تقول له انا عايز اضيف مثلا لاين هنا كده، او عايز اضيف مثلا فيرتكس هنا كده، شايف؟ واجي ماسك مثلا النقطه زي دي كده اهي، واقدر ان انا ادخل بيها كده لجوه او اطلع بيها لبره زي ما انا عايز. ودي كمان كده اقدر امسكها وادخل بيها لجوه اكتر. ماشي كده. اقدر امسك دي كده تمام، واقدر اتحكم فيها لبره اكتر لو انا عايز اخلي الشكل كده. بص انا بشوف الشكل اهو، لو انا عايز اشوفه وهو ناعم كده اهو، عايز ادخل لجوه اهو شايفه كده. انا مثلا عايز الشكل يبقى كده، بس اخد بالي النقطه اللي ورا تكون هي كمان ايه، عشان العمق بتاعي ما يبص، ادخل هي كمان بيها جوه كده. طيب عملت التعديل ده وعملت التعديل ده. طبعا لو انا شغال على برنامج تاني غير الجراس هوبر هتضطر تعيد كل الخطوات دي من الاول. طيب اللي احنا بنعمله بقى هنا ايه؟ انت بمجرد مثلا ما تفتح السكريبت بتاعك اللي هو اصلا اوريدي موجود جاهز معاك هنا اهو، كل اللي انت بتعمله له تقول له هو ده البنش بتاعي او التيتوريال الرئيسي بتاعي. تمام. خلينا نقول هنا لا ده مش ده التوتوريال. شوف انا عامل كذا سكريبت، كل سكريبت عندي جاهز بيعمل مثلا حاجه معينه. كل سكريبت موجود عندي ليه وظيفه محدده. طيب خلينا نشوف ادي السكريبت اهو. بص كده النتيجه اللي انا عدلتها دي، شايفين اوتوماتيك حصل لها ايه؟ سمعت معاك هنا بنفس الشكل الجديد لما شغلت السكريبت الجديد على طول. طيب خلينا نعمل تعديل تاني. انا هدوس هنا على الحته دي، وخد بالك انا عايز اخلي التغيير ملحوظ. واحد يقول لي طب ملحوظ بمعنى ايه؟ الاحظه ازاي؟ تخيل كده لو انت التصميم ده الطول بتاعه 3 متر، 3 متر، واحد قال لي يا باشمهندس انا محتاج نفس الديزاين ده بس الطول بتاعه 3 متر ونص بالظبط. كل اللي هيحتاجه ان انت تزود الطول ده. هل الشكل بتاعي هنا هيتغير؟ لا خالص. تعالى هنا كده قول له 3 متر ونص، دوس انتر. كل اللي انت عملته ان انت عدلت المقاس. بمجرد ما بتعدل المقاس اللي بيحصل ايه؟ ان الجراس هوبر يبدا يشوف ان حصل تغيير في الابعاد، فيبدا يعامل الشكل الجديد بنفس المعامله بتاعت السكريبت القديم، ويبدا يعمل ايه؟ بدا يزود الايه؟ الشرايح. طب بص كده هم كانوا كام واحده؟ 1 2 3 4 5 6 كاملين اهم، ودول بالشكل ده. تعالى كده خلي دول زي ما كانوا 3 متر الاول. ارجع هنا خليها 3 متر، وعايزك تركز في العدد. ايه اللي هيحصل؟ 3 متر. بص كده العدد كانوا هنا، انا موقف الماوس عند الايه؟ عند اخر شريحه. ولاحظ ايه اللي حصل؟ صف خالص ده كله اتشال واداك الشكل النهائي. اذا انت بتكبر في المقاس بيحصل ايه؟ اوتوماتيك هو بيعيد ترتيب الشرايح من الاول ومن جديد، ويبدا يدي لك النتيجه النهائيه اللي انت عايزها. طيب عدلت في التصميم نفسه زي ايه يا باشمهندس؟ طيب بص عشان الشكل نفسه يبقى كويس معاك بنعمل ايه؟ باجي هنا من الجراس هوبر اقول له بص انا مش عايز اظهر اي حاجه خالص اهو، ما عدا مين؟ ما عدا الحاجات اللي مرصوصه عندي هنا. دي الحاجات اللي مرصوصه في البلان، فعلم على الشكل هنا كده واظهرها فبقت ظاهره معايا هنا. انا بستعرض لك بس هنا قد ايه قوه البرنامج، قد ايه قوه البرنامج. واجي هنا امسك نقطه زي دي مثلا، بص كده، وابدا امسكها وانزل بيها لتحت كده. شوف انا قاصد ان انا اخليها فيها التجويف اللي موجود ده عشان عايزك تلاحظه في التصميم. تمام. طيب عملت التعديل ده، تعال كده نبص على الشكل بتاع الشرايح اللي موجوده عندنا في المنتصف. شايف الحته دي ايه؟ التعديل اللي انت عملته ده سمع معاك ايه في الرسمه اللي انت عاملها. ومش كده وبس، ده انت كمان لو حبيت تعدل في الشيب نفسه، في الارتفاع بتاع الجلسه، تعمل اي ديزاين جديد اصلا. يعني واحد بيقول لي بص يا باشمهندس
الديزاين ده مش عاجبني، انا عملت ديزاين جديد زي ده وهو ده المناسب بالنسبه لي واللي عايز اشتغل عليه، ده المناسب بالنسبه لي وتعالى نعمل عليه كمان تعديلات واوريها للعميل. فالعميل راح ماسك دي كده وقال لي بص انا عايز كده اهي، خلينا نعملها بشكل ايه لوجيك شويه. نمسك الجزء ده الجزء ده الجزء ده واتحرك بيهم لبره كده، وبعد كده ممكن امسك الشريحه دي كده واتحرك بيها لبره. ماشي، ممكن اجي من الظهر هنا كده او امسك الجزء ده كده اشيل ده واطلع كده فوق سنه. شوف انا بحاول اعمل لك تعديلات بغض النظر انا محتاج ده ولا لا، او الشكل كويس ولا لا، مش بتكلم عن الحته دي، انا بوري لك ان انا عملت شكل جديد اصلا. كل اللي انا هعمله ان انا اغير التعريف. يعني ايه اغير التعريف؟ اغير التعريف بتاع الرسمه بتاعتي. انا بالنسبه لي التصميم بالنسبه لي اللي هو الجزء ده كان متعرف فين؟ هنا مثلا، بس انا هنا كنت معرف مجموعه من شايف الشرايح اللي كانت موجوده هنا دي كده، خلينا نظهرها كده. شايف التيوب دي انا حاططها هنا عشان اقول له اطرح لي الشكل ده من الجزء ده عشان يبدا يعمل لي هنا ايه سبتراكشن ده من ده. تمام كده؟ طيب لو انا عايز اخش على الشكل على طول، خلاص هبدا اخش على الشكل على طول. طيب عايز اعمل ده كمان، ممكن اعمل ايه يا باشمهندس؟ اقول له خلاص انا هختار ده كده اهو، ده الشكل الرئيسي، اقول له هعرفه، اجي هنا رايت كليك واقول له سيت 1 بريب، هو ده. تمام؟ لسه ما اتعرفش. ليه؟ لان هو محتاج ان هو يفهم ان في حاجه هتتفرغ منه، ده اللي هيتفرغ منه. اقول له سيت مالتيبل بقى، ده كذا واحد، يبقى ده واحد بس اللي اخترته، ده سيت مالتيبل بريب، وابدا اختار له كل الاشكال اللي موجوده عندي دي وادوس انتر. النتيجه الجديده اللي انت هتحصل عليها هنا هتلاقيها بتسمع معاك الناحيه الثانيه. الموضوع خد وقت قد ايه يا شباب؟ ما كملش وطلع لك الرسمه الجديده. طلع لي الرسمه الجديده. اذا انا عملت سكريبت زي ده خلصته، اي ديزاين لاي شكل بنش، لاي شكل بنش انا عايز اقطعه في الاتجاه ده واطرح منه حاجات كده عشان اجمع الرسمه بتاعتي، الموضوع ما ياخدش معاك ثواني. زي ما بقول كده ثواني. لو انت حبيت تعدل في اي ديزاين تاني وهتبنيه من البدايه سواء على الراينو بس من غير الجراس هوبر او على الماكس او على الريفت او على اي برنامج انت بتشتغل عليه، انت هتعيد البرنامج او هتعيد التصميم كله من البدايه. طيب هل الموضوع اصلا ان انا اتعامل معاه صعب اصلا ولا لا؟ لا، الموضوع سهل جدا. طيب تعالى كده يا باشمهندس، لو انا اصلا ببني شكل او ببني حاجه من البدايه او من الزيرو، انا ببنيها ازاي؟ فتعالى كده نفتح مثلا الموديل بتاعنا الجديد، وتعالى برضو نختار هنا في الصب دي الادوات بتاعت الصب دي اكنك شغال على الماكس بالظبط، ونيجي نرسم مثلا حاجه جميله جدا. انا هرسم هنا عايز ارسم وول بانل، والوول بانل دي هتبدا من الصفر، عرضها يكون 3 متر، فانا هعملها كده 3 متر اهو، والارتفاع بتاعها هدوس هنا الت، ارتفاعها مثلا 2 متر 80 مثلا ارتفاع الحيطه بتاعتي. احنا شغالين بالملي 82. اوكي، هعمل ايه بقى يا شباب؟ اعلم على الاثنين دول مع بعض، اجي اعمل لهم ريبيلد. بص كده الخطوات بالظبط. وفي الريبيلد هنا انا بخلي الديجري بتاعتي من الدرجه الاولى، واخلي عدد الخطوط بتاعتي وليكن مثلا 10 خطوط، واقول له هنا اوكي. تمام، بص كده انا معلم عندي 10 خطوط او 10 نقط هنا، اللي انا عملته هنا هعمله فوق، واجي واخد ده كده واحطه هنا كده، ماشي كده، واجي واخد ده كده واحطه برده ايه هنا كده، واعمل ايه بقى؟ اعلم على الاثنين مع بعض، اظهر النقط اللي موجوده معايا وابدا امسك النقط، ماشي كده، وابدا امسك الاثنين دول هنا، اجي ماسك الاثنين دول هنا كده، ماشي. ممكن اعمل كده، ممكن اعمل كده زي ما انا عايز. تمام. طيب انا همسك الاثنين دول وابدا اطلع بيهم لفوق كده، واجي ماسك الاثنين دول واجي نازل بيهم لتحت كده. تمام، اجي ماسك دي انزل بيهم لتحت شويه، امسك دول اجي طالع بيهم ايه فوق شويه، وهكذا. تمام. المهم انا مثلا عملت الجزء ده، انا الكلام ده ممكن اعمله باي طريقه او باي طريقه، بس انا بدي لك مثال سريع جدا للحاجه اللي انا محتاجها. وخلينا نعمل نسخه من دي كده لفوق شويه ونسخه لتحت شويه.
ودي كمان هاخد نسخه لتحت وهاخد نسخه لفوق. ماشي كده؟ وتخيل ان انت هتعمل لوفت ليهم كلهم. فهاجي هنا اقول له بص كده من ادوات الصف دي، ادوات الصف دي، هقول له هنا انا عايز اعمل لوفت لمين؟ هقول له لده ولده. بص بقى الترتيب مهم. ودوس انتر، عمل ليهم كلهم. اللي يهمني دلوقتي هنا الكورنر خليها شارب، مش عايزها يبقى فيها الدوران ده. الحاجه الثانيه انا عايز بقى اضيف، يعني بص الخطوط اللي هو عاملها دي هو مش ضايف حاجه هنا. بص انا لو انا ضفت هنا 2، بص بيعمل ايه؟ بيضاف لي مع كل لاين معمول واحد تاني في النص. لا انا مش عايز دلوقتي، انا لو احتجت اضيف انا هضيف. تمام؟ وادوس اوكي. خد بالك بقى انا هاجي هنا ادي الشكل بتاعي. الخطوط اللي انت عملتها دي خلاص بقى امسحها خالص، مش محتاجها. انا محتاج بس الشكل اللي انا ايه عملته من البدايه. تمام؟ وابدا ابص على الشكل. لو دوست على التاب فيو هو اللي بيعمل لي الوضعيه دي كده. تمام؟ واجي هنا اصغر الشاشه كده شويه وابدا اقول له انا هتحكم في النقط. تمام؟ اقدر امسك النقط زي ما انا عايز، اتحرك يمين شمال، كل اللي انت محتاج تعمله تقدر ان انت ايه تعمله بسهوله جدا. تمام؟ محتاج امسك دي كده واطلع بيها فوق شويه. تمام؟ اجي كمان هنا لما اجي ابص هنا كده ادي الرسمه بتاعتي اهي، شايف؟ لا انا هعلم عليها كلها. تمام؟ واقول له انا عايزك تعمل لها ايه؟ تلفها 90 درجه كده عشان تبقى واقفه في الايه؟ في البلان بتاعي بالشكل ده كده اهو. واجي ماسك دي كده، شايف؟ واجي ماسك دي كده وابدا اتحرك كده لبره. شايف؟ لما اضغط هنا كده بدا يعمل لي ايه؟ الشيب بتاعي بالشكل ده كده. تمام؟ ابدا اطلع لبره شويه. طب لا مش عايزها تكون شارب قوي كده. تمام؟ لو انا مش عايز الموضوع يكون شارب قوي كده ممكن تعلم على دي كده وتيجي هنا تقول له انا عايز اعمل مثلا عندي حاجه من اتنين، يا اما تضيف هنا قبليها وبعديها مثلا اي حاجه هنا، وليكن مثلا تقول له هنا في البوست سايت عايزك تضيف في الاتجاهين هنا كده في النص. شايف؟ وادوس هنا كده فيبدا يعمل ايه؟ هيبدا يجيب لك الشكل بتاعك بالشكل ده كده. طيب لو انا عايز اخليها ناعمه اكتر، بص كده لو ضغطت على ده وضغطت على ده ودليتهم اصلا عمل ايه؟ خلاها بقت ناعمه اكتر. طيب انا بقى الجزء ده بدل ما هو يكون كله مستوى واحد او ليفل واحد، لا انا عايز اخلي بقى ليفلز مختلفه. طب اعمل ايه؟ اقول له بص بقى انا هختار دي كده ودي كده. شايف اهو؟ وابدا اتحرك انا بقيم محدده. مش كده؟ اقول له مثلا هتحرك كده. طب عايز اكتب ارقام يا باشمهندس؟ تعالى اكتب هنا. طالما اتجاه السهم عكس الاتجاه اللي انت عايز تتحرك عليه خلي القيمه بالناقص. اقول له مثلا ناقص 20 او ناقص 50 5 سم. اطلع لفوق 5 سم. تمام؟ وبص على النتيجه بتاعتك عشان تبقى شايف انت بتعمل ايه بالظبط. كل حركه انت بتعملها تقدر تشوف انت بتتحرك لبره قد ايه. تمام؟ تبدا برده من هنا تمسك الجزء ده وتطلع برده بيه بره كده شويه. ممكن اعمل حاجه ثانيه ان انا امسك مثلا الحته اللي في النص دي كده واللي في النص دي كده او الاثنين اللي زي بعض دول واطلع بيهم لبره اكتر، بحيث يبقى الحته اللي في النص هي اللي بارزه قوي وقبليها وبعديها نازله لتحت شويه كده مثلا. تمام؟ عايز بقى جزء من ده يكون في تجويف لجوه كده شويه، ما يبقاش فلات قوي كده، يعني في سن التجويفه. طيب اعمل الكلام ده ازاي؟ اجي من هنا اقول له بص انا عايز اعمل خط هنا كده. ماشي كده؟ في نفس الوقت الخط ده عايزه يكون ستريت عدل، فاعلم على ده كده. تمام؟ واجي هنا اقول له 0 فيخليه على خط مستقيم، او لو وقفت هنا على الفرونت فيو. تمام؟ بص كده اتاكد ان انا هنا اضغط هنا 0 عدله لي. طيب ثواني كده، المفروض ده كده هو كده هنا عدل، بس لما باجي هنا في الوضع السموث بيبقى ايه؟ بالشكل ده. ليه؟ لان اللي قبليه جايب ميل فمحتاج قبليه خط تاني. تمام كده؟ فاقول له خلاص ضيف لي هنا خط تاني كده قبليه وبعديه. هتلاقي لما ضفت هنا خط قبله وبعده هتلاقي الاخير ده رجع عدل زي ما هو، لان بقى فيه هنا واحد شبه فيه ميل بس بسيط، وده هو اللي خد الميل ايه؟ الكلي. ابدا بقى عندي هنا كذا خط اقدر امسك بقى ايه؟
الحتت دي ودي كده، ابدا ادي تجويفه كده صغيره كده شويه، امسك دي ودي بحيث الجزء بتاعي مثلا ما يكونش ايه، ما يكونش فلات شويه. المهم بغض النظر بقى عن بقيه التفاصيل الثانيه، احنا عايزين بقى نكمل شغل جراس هوبر يا باشمهندس عشان اقدر اعدل واعمل اللي انا عايزه. الاول لازم اعرف الشيب بتاعي ده هنا، فاجي هنا اعرفه ازاي؟ ممكن اعرفه مثلا عن طريق ان ده مثلا صاب دي، او اعرفه ان هو سيرفس، او اعرفه عندي كميه تعريفات كتير جدا، فممكن اقول له ان ده صاب دي مثلا، اقول له ده اعرفه هنا صاب دي. طيب ده صاب دي، خد بالك دي ايقونه ديفينيشن، تعريف بتعرف حاجه من الراينو للجراس هوبر، فاقول له هنا ده هو اللي موجود عندي هنا. عايز اخفيه بقى من هنا، اجي هنا اضغط على ده كده، اصبح بقى موجود عندي، خد بالك شايف كده، لكن هو موجود هنا خلاص، ده بقى موجود عندي في الاتجاه ده. عايز بقى اعمل ايه يا باشمهندس؟ تقول لي انا دلوقتي محتاج ان انا اعمل كونتور، اقسم الشكل ده لشرايح. طيب اقسمه لشرايح ازاي؟ انا هاجي هنا كده واقول له انا محتاج اعمل حاجه اسمها كونتور. الناس اللي شغاله على الراينو عارفه ان في حاجه اسمها كونتور جوه الراينو، في امر اسمه كونتور جوه الراينو. طيب الكونتور ده بيعرف ايه؟ اول حاجه اس اللي هو الشكل نفسه اللي هو ده، بي اللي هو البوينت، نقطه البدايه بتاعتي فين، الان اللي هو الدايركشن، انت عايز تقطع في دايركشن اكس ولا في دايركشن زد ولا في دايركشن واي، في انهي دايركشن، والدي اللي هي الديستانس. يبقى الموضوع مش صعب، يبقى انا اول حاجه هعرف ده هنا، اتعرف خلاص. طيب بوينت، سيب البوينت دلوقتي. طيب هنا بقى دايركشن، انت عايز تقطع في اتجاه ايه؟ بص كده انا عايز اقطع في الاتجاه ده اللي هو اتجاه الاكس هنا، يبقى اجي هنا اقول له اكس، فهو يقول لك انت عايز اكس ايه؟ اقول له اكس يونت. كلمه اكس يونت يعني في اتجاه الاكس، يعني يونت اكس، يعني التقطيع اللي انا هعمله ده هيكون في اتجاه الاكس، فاجي موصل ده هنا كده. طيب الديستانس بقى هتكون قد ايه؟ اقول له احنا عايزين مثلا والله لو انا هحطهم شرايح جنب بعض، فانا عايز المسافه، لو اتخنت الخشب 17، فانا عايز المسافه ما بين كل شريحه والثانيه 34. طيب اعملها ازاي الكلام ده؟ اقول يبقى انا محتاج اعمل حاجتين، مش عايز اكتب له 34 عشان لو انا كتبت 34 هقول لك طب لو انا حبيت فيما بعد اعمل تخانه الخشب 12 وعايز اسيب الفراغ 12، عايز اخلي الفراغ كفاليو متعلمه لوحدها وتخانه الخشب لوحدها، اعمل ايه؟ اقول له عشان اعمل الكلام ده يبقى لازم افصلهم عن بعض. طب افصلهم ازاي؟ اعمل حاجه هنا اسمها اديشن، هضيف قيمتين على بعض، قيمه فيهم هسميها مثلا 17 مللي، وعشان اعرف قيمه بفاليو معينه اجي هنا اقول له دي اسمها سيكنس، اللي هي بتاعت مين؟ اللي هي بتاعت الخشب. تمام كده؟ اقول له دي السيكنس بتاعتي 17 مللي اهي. طيب والسبيس بتاعها كام؟ هقول له 17. تمام؟ طيب لازم اديها اسم، فاجي هنا على السلايدر كده رايت كليك الفراغ ده، اقول له ده السبيس، ده اسمه ايه؟ السبيس بتوين سلايس، ده الفراغ ما بين السلايسز او ما بين كل شريحه والثانيه، اضيفهم هنا. والله انت بقى حبيت تخلي التخانه 14 والفراغ 14، ماشي. عايز تخلي التخانه 14 ودي 14 برضو ماشي. يبقى في النهايه الموضوع تقدر تتحكم في الاثنين مع بعض، واوصل دي هنا كده. طيب اول لما اوصل الجزء ده هنا الاحظ ايه بقى؟ بص كده انا هخفي ده من هنا كده. بص ايه اللي حصل؟ ظهر لك الايه؟ التقطيع بتاعك اهو، كل واحده بالايه؟ بالشريحه بتاعتها. تعالى بقى كده هنا نركز. تعالى يا باشمهندس، لو انا اصلا حبيت اخلي، انا مش هعمل كده، بس تخيل لو التخانه بتاعت الخشب 34 مللي مثلا، يعني انا عشان هوسع المسافات عشان انت تشوف، والفاصل 34 مللي. بص ايه اللي حصل اوتوماتيك؟ وسع المسافه ما بين كل واحده والثانيه. تمام كده؟ فانا هنا هقول له السبيس او التخانه 17، فيعمل لي التخانه 17. طيب ليه بعمل الكلام ده؟ عشان فيما بعد الديستانس ما بينهم دي ودي هي مجموع الاثنين مع بعض، عشان لما اجي ادي تخانه للخشب هنا وهنا 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 الاقي فيه الفاصل بالنسبه لي هو الفاليو دي. تمام؟ طيب كده انا عملت الكونتور ده. طيب هو اصلا اللي انت بتعمله ده يا باشمهندس مش المفروض ليه سمك لجوه؟
في عمق لجوه؟ تقول لي اه طبعا. طب اجيب العمق ده ازاي؟ ازاي اعمل العمق اللي موجود عندي ده؟ اقول اه في هنا بقى حاجه اسمها بروجكت. اسمها ايه؟ بروجكت. فانا هعمل هنا بروجكت للشكل بتاعي. فانا هعمل بروجكت الاوبجكت على بلان. هعمل بروجكت للحاجات دي كده على بلان. طيب يا ترى انهي بلان اللي انا عايز اعمل اسقاط عليه؟ بص كده، لو انا وقفت هنا كده، مين البلان اللي انا عايز اعمل اسقاط عليه؟ ده اكس وده ايه؟ زد. مش انا عايز اخلي الخطوط دي في الظهر بدل ما هي مفتوحه كده، او بدل ما هي مفتوحه تتقفل. فاقول له اعمل اسقاط للخطوط دي. تمام. بص عملها فين؟ عملها تحت. ليه؟ قال لك لان دايما كل حاجه لها ديفولت. الديفولت هنا لما اقف على كلمه بي بيقول لي اكس واي. اقول له لا، انا مش عايز اعمل اسقاط من فوق لتحت، انا عايز اعمل اسقاط وانا باصص من الوش للظهر. تمام كده؟ طب اعملها ازاي؟ اقول له خلاص يبقى انا هعمل هنا حاجه اسمها اكس واي. اكس واي. هقول له لا انا مش عايز اكس واي، ده انا عايز اكس زد. يبقى اكس زد بلان. جميل. طيب سؤال تاني، لما اعمل اسقاط المسافه قد ايه؟ المسافه قد ايه؟ يبقى لازم احدد الفاليو بتاعت المسافه نفسها. تمام كده؟ او ممكن بعد ما اعمل اسقاط دي احركها لورا شويه. تمام كده؟ فممكن اجي هنا، تخيل كده معايا، لو انت عملت مثلا كونستراكت لبوينت مثلا اهو، ورحت موصلها بالبلان عشان اخلي الاسقاط بتاعي يبقى على مسافه معينه، مش عند الاوريجن كمان. يعني الاسقاط كمان مش يبقى عند نقطه الاوريجن، لا ده عند مسافه محدده انا اللي هحددها. بص وصل دي كده، بص عمل اسقاط فين؟ هنا. انا مش عايز الاسقاط هنا، انا عايز يكون ورا شويه. طب حاجه ثانيه انا هعملها وهقول لك هنعمل ايه. اظهر الرسمه بتاعتك، خلي الرسمه دي اصلا عند نقطه الزيرو. تمام كده؟ فازاي؟ امسك دي كده واحركها وادوس زيرو انتر. خليها فين؟ عند نقطه الصفر. اصبح الاسقاط اللي اتعمل على الوش هنا بالظبط. تخيل كده انت عايز ترجعها لورا، ورا دي كده. بص كده محور مين؟ محور الواي. فتخيل كده احنا هنديله هنا فاليو في الواي وليكن 50، وهوصلها هنا كده. بص هيعمل ايه؟ عمل سبيس ما بين ده وما بين الواي 5 سم اهو. بص كده لما اتحرك عمل ايه؟ اذا لو انت عايز تزود المسافه ما بين النقطه دي والحته اللي ورا بمقدار معين، بتحكم فيها منين؟ اهو. خد بالك الشكل الرئيسي اهو خفيته اهو. انا بعمل ايه؟ انا بوصل ده بده. طيب عملت وصلت ده وصلت ده. ازاي بقى اقفل الحتت دي مع بعض؟ ازاي اقفل الاجزاء دي مع بعض؟ بصوا بقى، عشان اقفل الحتت دي مع بعض عندي حاجتين مهمين قوي. اول حاجه دي مجموعه من الخطوط ودي مجموعه من الخطوط. تخيل كده لو انت قلت له انا عايز اعمل لوفت ما بين الخطوط دي مع بعض. عايز اعمل ايه؟ لوفت ما بين الخطوط دي وما بين الخطوط دي. تمام؟ عمل ايه؟ الشرايح اللي انا عايزها اهي. صح ولا لا؟ تعالى بقى نتكلم على الشرايح دي في التعديل بقى يا باشمهندس اللي انت وصلت له. اول حاجه التخانه، هيوسع الحته دي. طيب الحاجه الثانيه العمق، السمك بتاعك لجوه اهو. لو انت عايز تزود عن 10 ده اخرها 10. ازاي تزود عن 10؟ لو انت جيت عملت هنا رايت كليك وقلت له ايديت، تمام، تقدر الفاليو اللي موجوده هنا الماكسيمم تقول له اقدر اخليها مثلا لغايه 300 مثلا. تمام، واقول له هنا اوكي. فاصبح تقدر تزود. بس مش عايز واحد يلعب هنا فالمينيمم يوصل للرقم ده. فاعمل ايه؟ اقول له رايت كليك اديت، خلي المينيمم بتاعي مثلا ما يقلش عن 5. يعني ليها ماكسيمم وليها مينيمم، بحيث انا لو اتحركت كده ما تقلش عن دي، ولو زودت ازود زي ما انا عايز. يبقى دي كده الفاليو اللي موجوده معايا. طلعت الشرايح اللي انا محتاجها. طيب كلام جميل جدا. عملت اللوفت، عملت الايه؟ الشكل بتاعي. هو انا مش محتاج الشريحه دي، انا محتاج اشوف حاجتين. اول حاجه محتاج اشوف السمك بتاعي اصلا كسمك، ومحتاج اشوف الشرايح دي اصلا النهائيه محتاج اشوفها 2 دي. محتاج اشوفها 2 دي. ليه محتاج اعملها 2 دي؟ لان انا في النهايه محتاج ال 2 دي بتاعي مترقم مرصوص عشان اعرف اطلعه في النهايه بالنتيجه اللي انا عايزها. طب عايز اشوفه 3 دي الاول، اشوفه 3 دي ازاي؟ اقول له خلاص انا محتاج اعمل اوفست لمين؟ للسيرفيس. والاوفست بقى هنا حاجتين. بصوا يا شباب، انا دلوقتي عندي الشكل بتاعي اهو وانا باصص عليه من الفرونت فيو اهو.
عشان اعمل اوفست محتاج اعمل اوفست في الاتجاهين، لان انا عايز اخلي الشريحه دي في النص. فخليك كده معايا، انا لو خدت مثلا سكرين شوت للتصميم ده كده اهو للحته دي كده وعرضتها، انا عايز اعمل ايه بالظبط؟ بص كده معايا، انا دلوقتي ادي الشرايح بتاعتي فين شكل القلم، ادي الشريحه بتاعتي اهي في النص اهي. انا دلوقتي عايز اجي واخد الشريحه دي عشان ادي سمك بتخانه الخشب 17 مللي، صح كده؟ فاعمل ايه؟ اجي واخد الشريحه دي احركها لورا في الاتجاه ده كده بمقدار ال 17 على الاثنين، يبقى نص التخانه. شوف انا بعمل ايه؟ نص التخانه، وبعد ما احركها هنا نص التخانه اعمل لها اكسترود بقيمه التخانه كلها. تاني رجعت بيها لورا كده بقيمه نص التخانه، واتحركت بيها لقدام بمقدار التخانه كلها عشان اشوف السمك كله والشريحه دي تبقى في النص. انا ممكن اعمل اكسترود مره واحده بس كله هيبقى في اتجاه واحد. انا عايز الشريحه اللي في النص دي تفضل في النص. فعشان اعمل الكلام ده اللي انا عملته هنا، شايف هنفذه هنا ازاي؟ هقول له اوفست، اوفست همسك ده كده واقول له اوفست لده، ماشي كده؟ بص عمل ايه؟ اهو اتحرك كده. بس في حاجه مهمه، اولا الاوفست اللي هو عمله ده للسيرفيس في ديستانس، فاقول له هنا الديستانس كام؟ بص بقى هقول له هنا هكتب علامه اللي على 2، يعني الفاليو على الاثنين، يعني اقول له هات لي تخانه الخشب اللي هي 17، ما اكتبش 17 هناك، انا عايز اخلي دي دايما هنا عشان لو غيرت هنا غير كله. فاجي واخد دي كده واحطها هنا، فياخد الفاليو دي يقسمها على الاثنين واقول له وصلها هنا كده. بص عمل ايه؟ خد القيمه دي قسمها على الاثنين، اصبحت دي 17 على الاثنين. القيمه اللي طالعه من هنا بص كده عشان اقرا اي فاليو حطها هنا كام؟ 8.5. تمام؟ يبقى اتحرك بقيمه كام؟ 8.5. تعال نبص هنا، هنا بيقول لك بص سايد مش هتحرك معايا كريت سوليد، هو عمل هنا سوليد. تعال نبص كده على الشكل، هل هو عمل سوليد؟ عمل سوليد. شايف؟ عمل التخانه سوليد. لا انا ممكن اقول له هنا كده، لو انا جيت على الجزء ده مثلا وقلت له سيت بوليون خليه فولس. فولس يعني ايه؟ ترو يعني خليه سوليد، فولس خليه ايه؟ خليه زي ما هو. طيب ممكن بعد ما عملت الخطوه دي ارجع اعمل اكسترود بالفاليو كلها بس في عكس الاتجاه، في عكس الاتجاه بتاعي. واحد تاني ممكن يقول لي يا باشمهندس انت هتتعب نفسك ليه؟ ما تخليها في اتجاه واحد مره واحده ومش مشكله. بص انا بقول لك الصح، والخطوات الثانيه ممكن ما تاثرش كتير قوي، بس الطريقه دي هي الافضل. الطريقه دي هي الافضل. ادي الشريحه الاصليه اهي، ودي اللي انت عملت لها اوفست. واحد تاني ممكن يعمل موف، صح؟ يعني شوف انا بقول لك الطرق كلها صح. طب اعمل موف ازاي؟ اقول له هنا موف لمين؟ لدي. تمام؟ في اتجاه بقى ايه الموف؟ معلش الموف لدي. تمام؟ بس في اتجاه ايه بقى؟ انا عايز اتحرك كده في الاتجاه الاكس، مش ده اتجاه اكس، يبقى لازم اقول له هنا اكس. طيب بقيمه قد ايه؟ هي القيمه دي. عمل ايه؟ بص كده عمل موف، موف بالقيمه دي. اجي هنا بقى ممكن اقول له اوفست بقى لدي على طول بسوليد. تعالى كده هنا اقول اوفست لمين؟ للقيمه اللي انت عملت لها موف اهي. طيب هعمل لها في الاتجاه ده، هي اتحركت في الاتجاه ده، لا اقول له اعكس الاتجاه. شايف هنا الدايركشن؟ في هنا حاجه اسمها ديستانس. الديستانس بتاعتك اللي موجوده عندك دي، لا انا هقول له الديستانس بتاعتي 17، بس قبل ما اقول له 17 هقول له انا عايز اعمل حاجه هنا اسمها ريفيرس، او اعمل حاجه هنا اسمها نيجاتيف، دي او دي. فاقول له خد ال 17 دي، شايف؟ حطها هنا اصبحت ناقص 17 وحطها هنا في الديستانس. فبدل ما يمشي في الناحيه دي بص كده اللي هيحصل هيعكس الاتجاه بتاعه. بص بقى الشريحه الاصليه اهي، دي اللي انت عملت لها موف، دي الشريحه الاصليه بتاعتك اللي هي في النص. فانت اتحركت في الناحيه دي وبعد كده رحت عامل اوفست بضعف المسافه او بضعف نص المسافه اللي هي المسافه الاصليه، فاصبحت الشكل بتاعك النهائي اهو. بص بقى لو انا مسكت ده وعملت له هنا بيك
بيج دي معناها انك بتنقله من الجراس هوبر للراينو اهو، تقدر تشوفه هنا. خلاص انا عملت ده. تعالى بقى اطلع قيمه ثانيه، بدل ما هي 55 نقدر نخليها 60 مثلا او 16، واجي عامل بيك تاني، طلعت مثال جديد اهو، طلعت مثال تاني خالص. كل واحده بشكل تاني. واحد بقى يقول لي طب لا انا ال 3 دي اصلا عايز اعدل فيه، عايز احط فيه واحده ثالثه هنا، عايز اعمل مش عارف ايه هنا. عدل في التصميم الاصلي يعدل معاك في الايه، في النتيجه الكليه. ده للعرض فقط، اللي انت عامله ده عشان تشوف الشكل فقط. شغلك الرئيسي، شايف الشريحه اللي كانت في النص اصلا؟ شايف الشريحه اللي كانت في النص؟ ده شغلك الاساس عليها. اخفي بقى ده، اخفي. انت خلاص شفت الرسمه تمام، اخفي بقى. دي الشريحه الاصليه. انا محتاج ده سيرفس ولا محتاج ال2 دي بتاعه؟ خلينا نفهم بقى كده خطوه خطوه عشان اطلع من ده والجزء ده يكون موجود معايا بشكل رئيسي. ممكن نعمله جروب هنا، ممكن اجي هنا وابدا اخد ده كسيرفس. بص كده هعمل حاجه هنا جميله قوي، سيرفس اعرفه هنا، هو كان خدت منه كوبي بس بره هنا عشان ابدا اشتغل عليه من اول وجديد هنا. واخفي الاولاني ده خالص. خدت منه كوبي هنا. انا محتاجه سيرفس ولا محتاجه 2 دي؟ هتقول لي لا محتاجه 2 دي. طب ازاي احول السيرفس ل 2 دي؟ اقول له عشان احول سيرفس ل 2 دي في حاجه هنا اسمها واير فريم. انت هناك كنت بتعملها في الراينو بحاجه اسمها ايه؟ دبليكيت بوردر، او هات لي البوردر بتاع الرسم. هي هنا بالظبط نفس الفكره. فاقول له هات لي الواير فريم او بريب واير فريم. فلما اعلم على دي كده بص عمل ايه؟ بص اختار لي كده، اخفي ده كده، طلع لي ال2 دي بتاعت الايه؟ الرسمه. بس في حاجه، لما اجي اشوف النتيجه اللي طلعت معايا الاقي ان هو طلع لي كل واحده، بس خد بالك متقسمين ل4 خطوط، دي لوحدها ودي لوحدها ودي لوحدها. عرفت منين؟ اهو بص كده، زيرو لاين لوحده، لاين لوحده، لاين لوحده، بلانر كيرف لوحده اللي هو الايه؟ الثاني ده. فاصبح كل واحده منهم لوحدها، يعني مفيش جزء ايه؟ متصل. طيب ازاي بقى اخليهم كشيب شكل واحد متصل؟ اعمل لهم جوين. فاجي هنا الله، في واحد مع نفسه كل واحد. ده الموضوع بسيط جدا. ده كل الفكره كلها ان انا فاهم السيكونس بدماغي. لو انا شغال على الرايمو اصلا بمشي ازاي، وهنفذ نفس السيكونس دي بالظبط على الجراس هوبر، بس على هيئه كومبوننت اوصلهم ببعض فيديني نتيجه مختلفه. بص كده النتيجه بعد ما عملت الجوين ايه اللي حصل؟ بيقول لي هنا كلوزد بلانر، كلوز بلانر. عندك كام واحده؟ بص كده لما انزل للنهايه عندك 58 قطعه، عندي 58 ايه؟ شريحه. خلاص انا عملت دي وعملت دي. طيب بعد ما عملت بقى الشرايح بتاعتي كلها وطلعت النتيجه وعايز بقى ارص ازاي ارص الشريحه بتاعتي او الحاجات الاساسيه اللي موجوده معايا؟ بص عشان ارص الحاجات اللي انا محتاجها، محتاج اهيئ الظروف المناسبه اللي ارص فيها. عشان ارص محتاج حاجتين. اول حاجه الشرايح بتاعتي اللي موجوده عندي دي احط لها بلان في الارض ارص عليه، يعني احط له نقط محدده، كل شريحه منهم تتحط في النقطه الفلانيه على الارض. مش انا هرص على الارض او على البلان، يبقى انا لازم اجهز الحته دي. الحاجه الثانيه لازم افهمه هو عددهم كام ويبدا يرص من اول ايه والنمبرنج والكلام ده كله. فالحاجات دي كلها عشان اعملها فاقول له خلاص انا هعمل هنا حاجه اسمها ريكتانجلر جريد. هعمل حاجه هنا اسمها ايه؟ ريكتانجلر جريد اهي. وابدا اعرف الجريد بتاعتي دي هتكون مقاساتها كام. تمام كده؟ فاقول له والله تعالى كده نحط فاليوز معينه مثلا 20، وابدا اقول له هنا كده. بص هنا الاس اكس دي السايز بتاعت الاكس نفسها، حجم الاكس، واللي تحت دول العدد. فاقول له هنا العدد بتاعي في اتجاه الاكس وده العدد في اتجاه الواي. تعالى كده نبص هنا هتلاقي. طب تعالى نكبر بقى السايز نفسه، نخليها مثلا 500 وناخد نسخه ثانيه هنا ونوصل ده كده ونوصل ده كده. يبقى انا هنا عملت ايه؟ بص كده دي الجريد بتاعتي. لو عديت دول هتلاقيهم 20 في 20. تمام؟ ممكن اقلل لكن عايز بقى حجم كل واحده منهم تكبر اهي.
طبعا انا عندي شريحه ارتفاعها 82، فانا عايز واحده فيهم تكون عرضها 82، فاقول له خلاص ده اللي دي كده، اقول له هنخلي واحده كبيره شويه، خليها مثلا 3 متر، صح كده اهو، ونوصلها هنا. بص عمل ايه، بحيث ارص براحتي، يبقى انا عارف الايه العدد تقريبا بالنسبه لها هيكون كام، يبقى انا بكبر بصغر زي ما انا عايز. طيب دي كده الجريد اللي انت هترص فيها الشرايح بتاعتك اللي موجودين هنا. عشان بقى يمسك كل واحده ويحطها هنا، تمام، هيحط في النقطه اللي هنا ولا هيحطه في سنتر كل واحده؟ عشان احطه في سنتر كل واحده الجريد دي ليها بوينت اللي هي نقطه التقاطع دي، وممكن اجيب الجريد المربع ده احط السنتر بتاعه. السنتر بتاعه ده اجيبه ازاي؟ اعمل حاجه اسمها اريا، تمام، عشان اجيب سنتر بتاع حاجه اختار اريا، الاريا دي هنا فيها سنتر اهو، فجاب لي نقطه السنتر فخليها هنا. طيب دي اول نقطه. النقطه الثانيه، انا محتاج امسك الشرايح اللي موجودين عندي دول وابدا اقول له عشان اعرف ارص الشكل اللي موجود معايا هيترص وهو واقف كده، لا انا عايز الاول انيم كل شريحه عشان ارصها، اكنك عملت روتيت للشكل كله. فعشان اعمل روتيت للمجموعه دي فاقول له هنا هعمل امر روتيت، تمام، فاجي هنا عامل روتيت واجي واخد الشرايح دي كلها عامل لهم روتيت، بس كده الروتيت غلط، تمام، لازم ابقى عارف انا هعمل روتيت حوالين انهي بلان، حوالين انهي بلان. بص كده يا باشمهندس، انا عايز اخلي دول واقفين مش يلفوا وانا واقف فوق في الاكس واي. اتفقنا الروتيت بتاعي المظبوط لو انا واقف هنا، بص اكس زد يلفوا في الاكس زد، فاقول له هنا البلان بتاعي اكس زد. فين البلان اهو، ادي البلان اهو، بص كده، تعال نبص على النتيجه اللي طلعت معانا اهو. اخفي ده عشان تبقى شايف الشكل بتاعك، واخفي الحاجات الاولانيه اللي معاك كلها. بص كده عمل ايه يا باشمهندس؟ عمل روتيت للشرايح كلهم. كلام جميل جدا. بعد ما عملت روتيت للشرايح دي النتيجه بتاعت الروتيشن نفسها. طيب الديفولت هنا زاويه 90، خد بالك، او باي على الاثنين. لو انت محتاج زاويه ثانيه بتعرض بقى هنا الفاليو 90 وتعملها حاجه راديان وديجري كتعريف يعني. طيب عملت الجزء ده، انا محتاج اعمل ايه كمان؟ ما انا عايز اقول له خد من السنتر بتاع دي حطها في السنتر بتاع دي، فاعمل نفس الفاليو او نفس الفكره هنا. اقول له خلاص هات لي هنا حاجه اسمها اريا، ماشي كده، وخد الجيومتري ده فيجيب لك السنتر بتاع كل واحده منهم. جميل. طيب انا دلوقتي عشان اعرف العدد بتاع دول اعرفهم ازاي؟ عشان اعرف القيمه بتاعتهم كقيمه بقى اعملها ازاي؟ في حاجه هنا اسمها ليست لينس. ليست لينس دي بيعرف لك انت معاك كام شريحه، فاقول له هنا ليست لينس، او ممكن اكتب الاختصار بتاعها على طول حاجه اسمها ال ان جي، فبيقول لي هنا ليست لينس اهو. ولو ضغطت هنا كده بيقول لي انت عندك كام واحده، كام سنتر يعني من الاخر. بص كده، بص هنا بيقول لي هنا الليست لينس اللي موجوده معاك، لو انا سبتها زي ما هي كده تمام. بص كده لما اعمل هنا حاجه اسمها فلاتن يقول لي هم عددهم بدل ما يطلعوا لك واحده واحده واحده، لا جمعتهم بقى 59 كام؟ 59 شريحه. خلاص 59 شريحه موجودين معايا. عايز بقى اقول له خد دي حطها هنا. كلمه خد دي حطها هنا، عندي هنا امر اسمه اورينت، امر اسمه اورينت، طبعا بنشتغل بيه برضو جوه الراينو. فانا عايز اقول له خد الشريحه دي حطها عند السنتر ده. بس المشكله هنا هو لما بيقرا اعداد دي، انت قلت لي 59 واحده، ولما اجي هنا بص على السنتر العدد بتاعي برضو اعمل له فلاتن هنا برضو. بص التفاصيل اللي انا بقولها دي هي مشروحه ان ديتيلز في الكورس بالتفصيل، يعني هفهم يعني ايه فلاتن، هفهم كل التفاصيل اللي بتكلم عليها دي. عندي كام واحده؟ عندي 168 واحده. طيب يا ترى هو هيرص ال 168 على 59 ولا ال 59 على 68؟ مين على مين؟ مين على مين؟ عشان يفهم الحته دي بنعمل حاجه هنا اسمها شورتست لينس، تمام كده؟ فاقول له هنا شورتست ليست، شورتست ليست. يعمل ايه شورتست ليست؟ بدخل له السنترز اللي هنا وبدخل السنتر ده. هيعمل ايه؟ دخل له هنا قيمه وهنا قيمه، بياخد الاصغر فيهم. بياخد مين؟
الاصغر فيه عشان يشتغل على الصغير، هو ده العدد الاهم بالنسبه له. فاقول له بقى انا عايزك تاخد الشكل نفسه. ايه الشكل بقى يا باشمهندس عشان نبقى فاهمين ايه الشكل؟ الشكل الاساسي اللي هو مين؟ اللي هو ده. خد الاوبجكت ده، تمام؟ تمام، خد الاوبجكت ده، تمام. منين؟ خد بالك بقى دي مهمه قوي. خده من النقطه دي، ما هو ده نقطه السنتر بتاعته، خده من النقطه دي، تمام كده. بس بدل ما خدها من هنا، خدها من هنا، ما انت اصلا موصل دي هنا، صح كده؟ وصلها بالنقطه دي اللي انت اصلا حاططها هنا، تمام. عمل ايه؟ عمل لك النتيجه دي، بس في مشكله. مجموعه الداتا اللي خارجه من هنا لما اجي ابص على دي كده، بص طالعه ازاي؟ طالعه هنا بالشكل ده، بنسميها هنا كده كل عنصر لوحده. لما اجي على دي واقول له هنا اعمل لها فلاتن، يبدا يرص لي كل واحده لوحدها. شايف كل واحده ايه لوحدها؟ طيب تعال نشوف بقى اهميه الشورت ستري. لو انا ما عملتش دي ايه اللي كان هيحصل؟ كنت خدت دي كده مباشر هنا وخدت دي مباشر هنا. بص عمل ايه؟ قعد يرص، فضل مكمل. طب بيكمل بناء على ايه؟ بيرص عادي، وبعد ال 59 الشريحه الاخيره دي بيفضل يكررها لما لا نهايه، لما لا نهايه. اما الاوبشن اللي انت عملته ده بتقول له لا لا لا، اقف لغايه اخر واحده هنا، تمام كده. فاقول له ده وده كده. انت عملت ايه؟ خلاص بقى اقدر اجي من هنا واقلل العدد بتاعي اخر هنا، خلاص يبقى ده النهايه بتاعتي. انا كده طلعت العدد او طلعت الايه النتيجه اللي انا محتاجها. سؤال تاني يا باشمهندس، انا عملت دي، عايز بقى ارقم ازاي عشان كل واحده اديها النمبرنج بتاعها بشكل مظبوط؟ اقول له خلاص عشان اعمل الترقيم، امر الترقيم اصلا هو عباره عن ايه؟ امر الترقيم هو عباره عن تكست، تمام. انا عايز احط تكست، صح كده؟ فعندي هنا التكست، وعندي حاجه ثانيه اسمها تكست تاج 3 دي. عندي حاجه اسمها تكست تاج 3 دي، تمام كده. فنختارها من هنا. نشوف اول حاجه هنا لوكيشن، المكان، هحط الكتابه بتاعتي فين. عايز اقول له شايف الشكل ده؟ او شايف النقطه اللي انا عاملها دي اصلا؟ عايز احط الكتابه بتاعتي عندها. طب النقطه دي منين؟ اقول له بص كده، النقطه بتاعتك دي اللي انت شايفها اللي هي هنا، لا مش دي. طيب هنا، لا لا هي دي، لا خد بالك هي عباره عن الشريحه دي ولا هنا؟ لا هنا اللي هي دي. يبقى اقول له هنا كده، يبقى ده اللوكيشن. دي كده اول مرحله. تعال الحاجه الثانيه، التكست بقى نفسه، الرقم نفسه اكتب ايه؟ هي دي بقى مهم قوي. اول حاجه عشان نقول له هتكتب ايه، ودي حته مهمه قوي، هقول له هنكتب رقم. طب يا ترى الرقم اللي احنا هنكتبه ده هجيبه منين؟ هقول له شايف العدد بتاعي اصلا انا بجيبه منين؟ بجيبه من الليست لينس اللي انا اصلا عملته. مش انا عامل حاجه اسمها ليست لينس؟ هتقول لي طيب الليست لينس ده لما باجي اعمله عايز اخلي عداد موجود عندي يعد من 1 لغايه الرقم ده. ما هو يفهم ازاي؟ انا اللي ببرمج له برضه. عايز اقول له ابدا من 1 لغايه اقف عند كام؟ عند 59. ازاي افهمه الكلام ده؟ اول حاجه عشان افهمه الكلام ده، في هنا حاجه اسمها سيريس. الناس اللي فاهمه في الرياضه دي اسمها متتابعه. فاكرين في ثانوي عام؟ انا مش عايز ادخل في حاجات رياضيه، بس هي حاجه اسمها سيريس. السيريس دي بتعمل ايه؟ زي متتابعه. المتتابعه دي ليها ستارت وليها اند وليها عداد، تمام. العداد بتاعي ده الكاونتر نفسه، وهنا الستيب 1 يزيد كل مره 1 2 3، يعني بيزيد 1. طب يبدا من كام؟ خد بالك الستارت هنا مكتوب ستارت 0، اقول له لا ابدا ب1. فاجي هنا رايت كليك واقول له سيت نمبر، خليه يبدا من اول 1. طبعا انا مش هعد من اول 0، انا عايز يعد من اول كام؟ 1. ادي دي اول حاجه. هيزود كام؟ هيزود 1، خلاص هي متعرفه. طيب ينتهي عند كام؟ النهايه بتاعتي قد ايه؟ اللي هي 59. اكتب له 59 غلط. لو انا كتبت ال 59 كفاليو، لو انا جيت عدلت في المقاس ده مش هيكمل بعد 59. انا عايز ياخد القيمه من حته معينه، بحيث لو العدد اتغير اوتوماتيك بيتغير معايا. شايف ده اللي انت جبته من هنا، اللي جه من هنا، اخده ده كده الفاليو بتاعتي هنا، اوصلها هنا كده. بص كده لو انا خدت فاليو هنا ووصلت ده كده، بيقول لي انا ببدا من 1 لغايه كام؟ لغايه 59. تمام كده؟ انا كده عملت، فهمت البرنامج ان انا عندي حاجه بتبدا من 1 لغايه
59. طيب دي اول معلومه او اول حاجه احنا بنعملها. الحاجه الثانيه اجي موصل الفاليو دي كده هنا كتكست، اقول هو ده التكست بقى نفسه. طيب تعال نبص بقى كده، نعمل زوم زوم زوم، مش شايف حاجه. طب تعال نبص هنا في حاجه اسمها السايز، اقول له تعالى ندي قيمه للسايز بتاعي، السايز بتاع الكتابه نفسه، ونوصله هنا كده. عمل ايه؟ اداني القيمه بتاعتي الفعليه اللي انا ايه عايز، 59 شريحه. تعالى بقى هنا نتكلم بقى على بعد ما خلصت وطلعت النتيجه بتاعتي، عايز اطلع بقى الفاليوز بتاعتي دي، اعمل ايه؟ اجي هنا كده قبل ما اعمل بيك، اجي هنا الاول اعمل بيك للارقام الاول. لا الارقام ضخمه جدا، في مشكله بقى هنا في حته الارقام دي ليها تعديل. بس انا بعمل ايه؟ بعمل حاجتين، بحط هنا فاليو صغيره وليكن مثلا واحد مثلا، واجي موصل واحد دي هنا كده، واعمل بيك بالفاليو اللي انا مش شايفها دي اصلا، وابص هنا كده الارقام مناسبه شويه، كان ممكن نص او واحد كويس، وارجع اعمل بيك للفاليو دي اللي هي بتاعت الشرائح نفسها. كده انا طلعت الشرائح بتاعتي مترقمين خلصانين. شايف؟ هتلاقي اخر رقم ده مكرره ومش مشكله معايا، 59 شريحه. عدلت التصميم نفسه. عدلته منين بقى؟ بص بقى، انا عايزك تعمل اخفاء لكل حاجه ما عدا دي انا ظاهرها، والارقام انا ظاهرها. اظهر بقى التصميم الاصلي، اظهر لي التصميم الاصلي. مش ده التصميم الاصلي؟ تقول لي اه هو ده التصميم الاصلي. تعالى كده باشمهندس، هنعمل ايه؟ هاجي ماسك مثلا مجموعه من الايه، الاشكال اللي موجوده معايا دي كده، هو طالع بيها فوق كده، عشان انا عدلت في الديزاين. بص لما بعدل في الديزاين هتلاقي في حاجات عندك بتتعدل معاك. ممكن مثلا نقطه زي دي، او ممكن حتى بص لو انا مسكت الخط ده كله ومسكت الخط ده كله ورحت هنا اعمل له سكيل، يبعد لبره كده شويه، تمام كده اهو، وادوس هنا شوف النتيجه بتاعتي النهائيه، هلاقي التعديل بيحصل معايا اوتوماتيك. يعني انت اصلا لما بتعدل هنا بيعدل معاك الرسمه؟ اه طبعا. لو جبت تصميم رسمه من اي مكان تاني اصلا ووصلته بالسكريبت ده هيعدل معاك الرسمه دي طبعا. تمام؟ فاذا انت اي تعديل انت بتعمله يا باشمهندس تمام هيسمع معاك بشكل اوتوماتيك. اطلع بدي كده، شايف انا هطلع بشكل جامد قوي. تمام؟ عشان عايزك تلاحظ النتيجه بيحصل فيها ايه لما مسكت الطرف ده كده وعدلته. خد بالك الطرف ده اتعدل في البدايه، الطرف اللي انت عملته ده اتعدل فين؟ خلينا ننزل جوه شويه كده، شايف؟ تلاقي الحته دي طلعت معاك جامد هنا كده، كل حاجه اتعدلت معاك. طبعا في حاجه هنا باظت، كنترول زد ارجع، كنترول زد تاني، كل حاجه ايه ظبط معاك بشكل ممتاز 100%. كده انت طلعت السكريبت بتاعك، طلعت كل حاجه انت عايزها. هي دي بقى اهميه السكريبتات واهميه اي حاجه انت عايزها. طيب مش كده بس يا باشمهندس، تخيل كده معايا ان التصميم اللي انت عامله ده خده كده كوبي كنترول سي، وهفتح ملف راينو جديد، ملف راينو جديد، اقول له هنا اوبن واحد جديد، اعمل سيف لده، اوكي في اي مكان عادي خالص، وهفتح سكريبت قديم انا عامله اصلا. خلينا نفتح السكريبت مثلا، وهعمل له هنا كوبي كنترول في للايه، للملف نفسه هنا، وهقفل ده خالص، وهاجي فاتح هنا ملف موجود معايا، ملف جديد مثلا اهو نيو، واقول له هنا اوبن، وخلينا كده نشوف اي سكريبت مثلا احنا عاملينه قبل كده. ده مثلا سكريبت قديم اجنور مثلا. بص هنا السكريبت ده مبني على حاجه واحده بس، انك تعرف له شكل وهو يبدا يتعدل او يبدا يتغير معاك. فاقول له خلينا مثلا نعرف السكريبت ده، خد بالك هيبقى فيه تعديلات، لو في تعديلات انا هقول لك هنعدل فيه ايه
ونشوف النتيجه النهائيه على طول. انت بس بمجرد ما تعرف شكل مثلا زي ده، لازم الاول ابقى انا فاهم انا بنيه ازاي. هنا بيقطع ده في الاتجاه بتاع الاكس واتجاه الواي، ويعمل تعشيقات ما بينهم وما بين بعض. بس خد بالك التصميم ده اصلا مبني ان ليه سمك لجوه. دي خطا موجود معايا، فهضطر ان انا ارجع اعمل تعديل لده، ان انا اديله سمك كتصميم في النهايه لجوه عشان يعمل له الشكل او يديله النتيجه اللي انا عايزها. خلاص عملت الحته دي، الاقيه بقى طلع لي الشرايح بتاعتك متقطعه مرصوصه مترقمه. طبعا الموضوع بتاع الوقت ده بيتوقف على امكانيات البرنامج. انت ممكن تدخل سكريبت تعمل هوب تلاقي حصل كراش للملف والبرنامج هنك معاك وطلع معاك خالص. تمام كده؟ فدي كده يعني نبذه سريعه عن البرنامج، عن ازاي اصلا افهم يعني ايه سكريبت. انا الهدف من المحاضره دي حاجه مهمه قوي. في ناس اصلا مخضوضه من البرنامج لما بتشوف السكريبتات بتتخض، ياه انا هتعلم الحاجات دي؟ لا، الحاجات دي مش صعبه، الحاجات دي سهله جدا. وانا اصلا لما ببدا البدايه اللي انت شفتها دي اصلا يعتبر انا بادئ من نص الكورس. فانا لما ببدا معاك الكورس اصلا بفهمك اصلا يعني ايه لاين، يعني ايه كومبوننت، اتعامل معاه ازاي، افهم اصلا الخطوات الاوليه اصلا بتاع السكريبت ماشيه ازاي، بحيث انا لو حبيت اطلع اي سكريبت. خد بالك الموضوع اصلا بيتوقف على انك معاك مجموعه من السكريبتات فيما بعد موجوده معايا. اي ديزاين موجود معايا بمجرد ما ادخله السكريبت يطلع لي النتيجه اللي انا عايزها. تعديلات بسيطه جدا تطلع النتيجه في وقت سهل جدا. في تطبيقات بقى كتير جدا، تطبيقات على شكل ساعه، تطبيقات لشكل كنبه، لكرسي، لكل الحاجات اللي انت متخيلها، لحاجات حوائط. طبعا كميه التطبيقات اللي موجوده في الكورس، يعني انا الحمد لله في ناس كتير جدا من اللي موجوده حتى معانا الحمد لله خدت الكورس. انا عايز اقول لكم ان التطبيقات اللي موجوده في الكورس لو انت طبقتها وعملت السكريبتات ورايا خطوه بخطوه، السكريبتات دي بس لوحدها كافيه ان هي تخليك اصلا بروفيشنال، كافيه تخليك ان انت لو عملت من كل سكريبت تصميم وبعته تقريبا ب5 6 اضعاف ثمن الكورس كله. فالمحتوى بتاع الكورس مكثف جدا، فيه معلومات قويه جدا يخليك لو انت ما عندكش خلفيه خالص عن الجراس هوبر توصل لمستوى احترافي. وانا الحمد لله في المحاضره دي يعني اتمنى ان انا اكون قدرت ان انا اوصل لكم خلفيه او يعني ايه اصلا جراس هوبر والبدايه بتاعته ماشيه ازاي. ان شاء الله في المحاضرات الجايه هنبدا نتكلم احنا تدريجيا، دي المحاضره تعتبر اولى في الويبينار بتاع الجراس هوبر. قدام شويه في محاضرات ثانيه هنبدا نتكلم على الجراس هوبر بشكل مفصل، وليه تطبيقات ثانيه كتير جدا. لو في اي حد عايز يعرف اي تفاصيل عن الكورس، في ناس لسه باعته، انت بتدخل هنا المنصه بتاعتنا برضو هبعتها لكم على المنصه اسمها ماستر. لو انا كتبت هنا على جوجل ماستر فور سي ان سي، تمام، هلاقيها موجوده عندي هنا في الاول على طول كده. ده الشكل بتاعي. هدخل هنا على كورسز، هلاقي هنا الدورات بتاعتي كلها. لو انا حابب ان انا اسجل، لو انا من بره مصر واسجل بمصر كارد على طول، بدخل هنا وبقول له اد تو كارد. لو انا من جوه مصر بسجل برده كده وبختار كاش اون ديليفري وبتبعت على فودافون كاش او انستا باي. التسجيل من هنا، وبتدخل وبتدخل الرقم بتاع الفيزا او الماستر كارد بتاعتك مباشره من هنا. طبعا بتعرفني عشان بضيفك لجروب للدعم الفني والمتابعه المستمره. انا كده خلصت اللي انا عايز اقوله. هنبدا نتكلم في الاسئله. لو في حد عنده اسئله هنبدا نفتح الجزء بتاع الاسئله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. باشمهندس، معلش أنا في عندي سؤال معين جاني اليوم يعني طلب عليه وحقيقة ما عرفت أبغى أسألك فيه. لو سمحت بس ترجع في الراينو عند صورة الكرسي اللي عملت فيه التخريمات دي أيوة الله. طيب الحين الكرسي خلينا نقول إحنا سوينا الشرايح حقته وكل شيء تمام إلى الآن، بس طلب مني الزبون أو العميل 3 ملي التغليفة اللي برا دي، يعني يبغاني اسوي له تصميم ل3 ملي من برا. ايوه، او ما عندي مشكله اذا كانت مقصوصه، يعني قال عادي لو تكون مثلا مقصوصات لاكثر من قطعه معينه. ولا اي مشكله بتطلعها، يعني الحاجات دي عاملينها برضو في الكورس. انت بتطلع ده كسيرفيس تحاول تشوف بقى اماكن التقطيع، لان انت الابلكاش عمره ما هيلف في الاتجاهين مع بعض. صحيح. فتحاول انت تاخدها المجموعه من السكاشن، ماشي، وتاخد سكشن وبتيجي هنا بتعلم على سيرفيس وتيجي هنا على كلمه راينو،
تمام. وبتعمل هنا حاجه اسمها فلاتن، في حاجه هنا اسمها فلاتن، وبتختار في الفلاتن هنا حاجه اسمها انرول ديفلوبل سيرفيس او انرول سيرفيس يو في، بتعمل افراد للسيرفيس نفسه فيفرده لك. جميل. يعني هذه موجودة في الكورس حق طبعا الجراس هوبر؟ طبعا. يعني هذه حلوة في لما اسوي فازات ولا اي شيء. اي حاجه انت عايز تعملها وعايز تفرد الابلكاش بتاعك بتعمل بالكلام ده، ومشروحه في الكورس. انا ما ادري، انا ترى ما قد خلصت الكورس فاعتذر منك حقيقة، انا اعتذر على ازعاج السؤال. تمام تمام يا هندسه. في حد عنده سؤال تاني؟ طيب يعني المحاضره كانت واضحه ولا كانت فيها الغاز، او الناس اللي اول مره تسمع عن الجراس هوبر حاسه ان الموضوع صعب؟ عدم الرد كده يبقى الموضوع صعب. لا انا حاب بس اقول كلمة. انا حقيقة اول مرة اتعامل مع اصلا تصميم بالنودز حقيقة يا استاذ احمد. اول ما دخلت في الكورس وشفت شرحك، يعني شرح بسط علي اللي هو تصميم بالنودز هذه بشكل مو طبيعي حرفيا. تصميم اللي هو شرحك جدا سلس وسهل ومفهوم، حتى انك خليتني يعني اصمم تصميمات بالنودز في برامج ثانيه زي الدافنشي والاشياء هذه. يعني سهلت معنى النودز بشكل عام. ربنا يبارك فيك يا هندسه. الله يعطيك الف عافيه استاذ احمد. الله يكرمك يا هندسه، تسلم. في حد عنده اي استفسار، معلومه حابب ان هو يعرفها، تفاصيل عن المحتوى؟ انا موجود معاكم. الله يعطيك العافيه. اتفضل يا باشمهندس انس. كيف حالك؟ الحمد لله بخير الله يا هندسه. يجزيك الخير، يرزقك الجنه على مجهودك اللي بتتعب فيه معنا. الله يكرمك يا هندسه، تسلم يا رب. باشمهندس، هذا سؤال. هلا ممكن احنا من خلال الجروس هوبر مثلا اذا اتقناه نستغني عن الكابينت فيجن؟ بص، مش هقول لك تقدر تستغنى، بس خلينا نقول ان كل حاجه ليها حاجه. تقدر ماشي، بس ليه هتعب نفسي جامد قوي في حاجه في برنامج تاني مسهلها لي؟ انا بص، انا بس عايز اوصل معلومه يعني الناس كلها مش قادره تفهمها والله، وانا الحمد لله متفاهم فيها جدا. الراينو او اللي عمل الراينو مش ابن عمي، ولا اللي عمل الارتكان قريبي، ولا اللي عمل الماكس عدوي، ولا اللي عمل برنامج. احنا في الاخر احنا مستخدمين. انا لما في حد بيكلمني ويسالني يا باشمهندس او بيستأمني على معلومه وانا عندي خلفيه بيها كويسه، يقول لي ايه رايك لو انا مجالي في الحته الفلانيه اشتغل بايه؟ انا مش عايز اصعب عليك. الراينو الجراس هوبر حلو قوي في الحاجات اللي هي بتاعت البارامتريك والجزء ده، وحلو برضو في ان انت تبني كابينت. بس تخيل بقى ان في ناس عملت المرحله دي وخلصت، وعطي لك حاجه جاهزه بتقول لك خد ادي مقاساتك وخلصان واشتغل على طول. ليه تتعب انت نفسك؟ عارف انا بسميها بالظبط كده في البحث العلمي عندنا كده في الدكتوراه. يعني انا شغال في نقطه معينه في الدكتوراه، ففي واحد قبلي عمل بحث ووصل لنتيجه معينه. هل انا اروح اعمل نفس البحث بتاعه واوصل لنفس اللي هو وصل له واقعد سنتين فيه وبعد كده اقول له بقى انا هضيف ايه؟ طب ما اخد النتيجه بتاعته دي واكمل عليها. ده معنى البحث العلمي. فانت ما تلاقيش واحد وصل لحته حلوه قوي في الكابينت فيجن او في حته حلوه قوي في السكتش اب واقول لا انا هوصل لحته احسن منها في الجراس هوب. ما انت هتبدا من الصفر برضه. فلو انت شغال في الكابينت فيجن وبيسهل عليك حاجات في الحاجات المسطحات، خليك في الكابينت فيجن. تمام، الله يجزيك الخير يا باشمهندس. الله يعزك يا هندسه. في حد عنده سؤال تاني؟ في حد حابب يستفسر قبل ما نقفل؟ المهندس خالد فتحي منورنا النهارده في الويبينار. طيب نقفل ولا في سؤال؟
أنا كنت لسه بس السلام عليكم الأول. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا هندسه؟ اخبار وعليكم حضرتك السلام. ان شاء الله تكون بخير. الحمد لله بخير يا هندسه. مهندس خالد من الناس اللي يعني انا لما حد بيكلمني بقول له من اشطر الناس اللي خدت معانا الكورس بصراحه، يعني وصل لمرحله يعني تفوق الخيال في المحتوى بتاع الكورس بصراحه، يعني ما شاء الله عليك. ربنا يعزك، تسلم، الله يخليك. دي شرف كبير ليا والله، الحمد لله يعني. كله بفضل ربنا ثم بفضل تعليمات حضرتك وتعليمك يعني. ربنا يعزك يا هندسه. بصراحه فعلا يعني مستوى انا ببقى سعيد بيه جدا، وببقى سعيد اكتر لما حد بيكلمني يقول لي انا عايز اوصل للمستوى بتاع المهندس. يعني انا كذا حد كلمني بيشوف شغله كله انا عايز اوصل للمستوى بتاعه. فانت بتعمل لنا بشغلك دعايه غير مباشره يا هندسه. يا هندسة ده شرف كبير ليا والله يعني، الحمد لله من عند ربنا، والحمد لله ثم بفضل يرجع ليك في النهاية يعني. ربنا يبارك فيك يا هندسه. تسلم تسلم يا هندسه. الله يعزك، الله يبارك فيك. انا بس معلش ما عرفتش احضر المحاضرة لانه انا كنت بره ولسه جاي حالا. هل هتكون مسجلة وليها لينك اتفرج عليها هتتسجل. في وقت تاني؟ كل الويبينار بتتسجل وبتترفع على طول. يعني خلال يومين بالظبط بتكون مرفوعه وبتتبعت على يا اما على الجروب يا اما بتترفع على الصفحه على الفيس على طول ان شاء الله. ان شاء الله. تسلم يا هندسة. هنعمل نوتيفيكيشن على الجروب على طول ان شاء الله. حبيبي يا هندسه، نورتنا والله. ربنا يخليك، تسلم. الله يكرمك. الاستاذ اسامه عرفات كان عايز يتكلم. هو السلام عليكم الأول. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وأنا كنت هسأل نفسي برضك السؤال اللي كان بيسأله الباشمهندس خالد، إن أنا برضك كنت لسه داخل، فملحقتش برضك إن أنا آخد يعني المحاضرة من الأول، الويبينار من الأول يعني. فإن شاء الله أنتظر بإذن الله لما ترفع المحاضرة دي. ان شاء الله هتترفع مسجله خلال يومين بالكتير ان شاء الله، بتتمنتج وتتظبط وبتتقطع في اوقات برضو حتت صغيره كده كمعلومات، بحيث لو حد عايز معلومه معينه مش حابب يسمع الويبينار كله، وبيترفع كمان معاه سكريبت مكتوب لكل كلمه بتتقال في المحاضره. تسلم يا هندسة والله، كتر خيرك بجد. أنا متابعك من زمان دي إن شاء الله، ويعني أنا بس بحاول أجمع معلومات من حيث إن أنا أعرف أبدأ منين وكده. ان شاء الله يا هندسه توصل لمستوى كويس يا هندسه ان شاء الله. يعني بص، كل الحاجات اللي انت شايفها قدامك دي على بنترست اللي انت بتقعد تنبهر بيها، الحمد لله اغلبها يعني هتلاقيها حاجات مشروحه داخل الكورس، واللي مش مشروح انت تعرف تعمله بسهوله جدا. يعني مش هقول لك لا صعب، لا، من خلال الكورس تعرف تعمل كل الشغل اللي انت شايفه قدامك ده. بإذن الله هندسة نكون مع بعضنا إن شاء الله. ان شاء الله يا هندسه ان شاء الله. بس كنت حابب أقول حاجة يا هندسة، يعني بالنسبة للكراسي والحاجات، يعني معظم الكراسي دي يعني بتبقى خاصة بالراينو ولا يخش فيها الجراس الراينو هوبر؟ مع الجراس هوبر، يعني لو انت شغال راينو خلاص خش على الجراس هوبر على طول. لو انت مش شغال راينو لا، لازم الراينو قبل الجراس هوبر. يعني احنا عاملين كورس اصلا مخصص للشغل بتاع الكراسي ده للراينو، وبعديها تكمل جراس هوبر عشان شغل التعشيقات بتاعتك. تمام. سواء كلاسيك أو مودرن، صح ولا كلاسيك بيحتاج لا حاجات؟ بص، احنا الكورس الاخير ده احنا شغالينه مودرن. لو انت عايز حاجات كلاسيك وتعمل حاجات خاصه بشغل الكلاسيك، يبقى الكورس الاولاني اللي هو بتاع شغل القايمه والتفاصيل ازاي تعرف ترسم القايمه اصلا من البدايه يعني. ده اللي يعني في كورس خاص بالكلاسيك وفي كورس خاص بالشغل المودرن. الاتنين راينو؟ ده راينو وده راينو. لو بصيت على الموقع هنا ورا هلاقي هنا، خلينا كده شايف الدبلومه دي اللي هي اسمها راينو فرنتشر دي، مشروع فيها الحاجات اللي هي خاصه بشغل الكنب والكراسي. الدبلومه دي اللي هي بتاعت الكلاسيك دي هتلاقي فيها ايه؟ حاجات خاصه بشغل القايمه، ايات اسلاميه، شغل قايمه 2 دي بالتفصيل فوق اكس. اما دي فيها شغل الكنب والكراسي نفسه والدريسنج والمطابخ. تمام. فدي مختلف عن دي.
يعني بالنسبة اللي كنت أنا بعت لحضرتك قبل كده على موضوع الكراسي والفور أكس وكده تقريبا، كانت بس هي كانت المكنة 5 أكس تقريبا، كانتش فور. حضرتك قلت لي أنت هتعمل حاجة ليها قدام يعني. لسه بص ان شاء الله بحضر حاجه. بص انا الفتره دي بس مضغوط في كام حاجه بس. الباور ميل انا اوريدي مجهز 4 محاور موجود اصلا. تسجيل 3 4 محاضرات يخلص لك المحور الخامس اللي هو الكورس ده. ماشي. تمام. لكن في حاجات تانية اصلا ال5 محاور لسه بتتجهز. ازاي اصلا اعمل تفاصيل قيمه ولو انت عندك مكنه اللي هي فيها 4 تجنات دول بيغير العدد بتاعتك وتخش تفنش الكراسي بتاعتك على طول. تمام، تسلم منك. الله يكرمك يا باسم. شكرا. تحت امرك. في حد عنده استشاره تاني او سؤال؟ خلاص يا شباب، نختم ولا في حد عنده سؤال قبل ما نختم؟ تمام يا شباب. على العموم احنا على جروب، لو في حد حب يسال اي سؤال هنفتح برضو الجروب دلوقتي للاسئله او الاستشارات. لو في حد عنده اي سؤال او اي استفسار يقدر يسال على الجروب على طول. ماشي يا شباب، استاذنكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.